عارف إيه أكتر حاجة بتميز الناجحين؟ مش الذكاء الفظيع ولا الحظ اللي بيجي من السما. السر الحقيقي هو الاستمرار في السعي. مهما وقعت مهما خسرت تكمل، وده اللي بيخلي الحلم يبقى حقيقة. خليني أحكي لك مثال. توماس إديسون مخترع المصباح اتقال له إنه فشل آلاف المرات. رد عليهم وقال: أنا ما فشلتش، أنا بس لقيت آلاف الطرق اللي مش بتنفع. الفكرة مش إنك تقع، الفكرة إنك تقف تاني وتكمل. حتى في حياتنا اليومية، الطالب اللي بيذاكر وبيفشل أول مرة لو استسلم خلاص، لكن اللي يكمل المحاولة ويفضل يسعى هو اللي بينجح. والشغل كمان كده، ممكن تقدم على عشرات الوظائف ومحدش يرد، بس المرة رقم 11 ممكن تبقى سبب لتغيير حياتك. النجاح مش خط مستقيم، النجاح طريق كله منحنيات وصدمات. اللي بيكمل في الطريق هو اللي بيوصل. علشان كده ما توقفش عن السعي، ما تستسلمش مهما كانت الظروف ضدك. اكتب في الكومنتات ايه الحاجة اللي نفسك تحققها، وهتفضل تسعى ليها مهما طال الزمن. ولو الفيديو شجعك ولو بكلمة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.